شنو ابو جاسم؟ شنو هذا الدرج؟ وين صاعد؟ دا اصعد الكاس العالم. دا اروح اسوق. افتهم تسوق الدرج شو تسوي بيه؟ مو قالوا يسوق صاعد ودي اصعد وياه. شو تريد؟ يا اخي جبت موافقه من دائره الكهرباء؟ اي طبعا جبت موافقه، الكهرباء موافقه، بس انه جاري كمل الغرفه وان شاء الله نتزوج، مو ما تجي يا موتك اذا جيت. 13 سنه احنا محموسين حمس بالكهرباء وهسه انت جاي تقول لي جيب موافقه. يا اخي بس ما يصير، هذا العمود مو ملكك بوحدك. شنو بورثه هذا العمود؟ شنو هو عمود نابت بالقاع؟ شو القضيه؟ فهمنا عمود بالقاع، بس هذا ملك الشعب، لازم تاخذ موافقتهم كلهم، يلا تسحب له خط. شو القضيه؟ ساحب اقليم هو خط كهرباء. يا اخي هسه انت بس بيتك بالقليل يراد لك 2 ميجا باط. 2 ميجا باط يولي خط الكهرباء، راح اسحب له معطر. يا اخي ما يصير، انت تسحب وهذا يسحب وذاك يسحب، ايش راح يظل بيه هذا العمود؟ طبعا والله لزق، والله لزق، الدولار راح يصعد وانا بعد ما صعد، خليه يصعد. يا اخي ما يصير هيك، كل من اجى وشطل بكيفه، اي ما تقول لي الكهرباء شلون راح تستقر؟ هو بلد بكبره ما مستقر، تريد الكهرباء تستقر؟ خيعونك كلب استقر ولا يهمك، هسه راح اخابر لك وزير الكهرباء ويعطيني الموافقه، بعد شو تريد؟ يقول ليس لديك وطنيه كامله لاتمام المكالمه، اوقف خلي دق على المولد، اوقف. يقول يرجى تعبئه المولد بالغاز قبل ان ياتي الظهر وتنحمس حمس، وخر خله اصعد. لا 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 ما تصعد، يا اخي واجبي الاخلاقي يحتم علي ما اخليك تصعد. وانا واجبي الحيواني يحتم علي راح ازقطك، وخر. سمعت؟ هاي مولدة كهرباء طقت، شنو السبب؟ بسبب هذا التشطل مالتكم. هو حل واحد ماكو غيره. شنو هو؟ من تطفى الكهرباء عندنا راح اجيب الجهال والمرن يجي يمكم. واذا طفت عندنا؟ شغل مولد.